ازيك؟ انا كنت عايزه شروق، انت بتعتقدي ان احنا ممكن... الو اهلا يا شروق. اتفضلي. ايوه مع حضرتك. شروق، بتعتقدي ان احنا ممكن نخرج من حالة الاكتئاب من غير الرجوع لطبيب؟ هو انا حاولت ان انا اخرج من الاكتئاب بس ما عرفتش، فشلت. فروحتي للدكتور ساعتها؟ مش بصراحه خايفه من موضوع ان انا اروح للدكتور ويقولوا عليا عندي اكتئاب او مجنونه اخد علاج. الحاجات دي كلها بالنسبه لي في العيله صعبه. مجنونه، شفتي كلمه مجنونه دي مجنونه دي. انت عندك، انت زعلانه من حاجه، ليه بنخلط الاكتئاب؟ هي مش زعل، لا هي مش زعل. هو حصل لوالدي حادثه وكده، فبدات انا ادخل في اكتئاب، ما حدش واقف جنبينا، انا البنت الوحيده كده. شروق، الاكتئاب بمعنى الاعراض اللي قال عليها الدكتور؟ يعني الدكتور قال المكتئب ما ينامش، ما ياكلش، يفقد شهيته للحياه، ما يبقاش عايز يقوم من مكانه. دي الاعراض اللي جات لك ولا الشعور بالاكتئاب؟ انا سبت دراستي وسبت شغلي وسبت كل حاجه وبقيت قاعده في البيت زي اي حاجه في البيت، يعني ما بعملش اي حاجه. طب ودلوقتي؟ ما زلتي؟ طب روحي للدكتور. ما ينفعش. ليه؟ عشان مش عليه مجنونه. يعني ايه؟ ما ينفعش. طب انت بتفقدي حياتك. ازاي يا بنتي؟ اقول لوالدي انا العمر راح اتعالج نفسيا. شروق العمر بيروح منك يا بس حبيبتي. انا حاسس ان هي مش مكتئبه اكتئاب جسيم. طب قول يا دكتور من فضلك. طيب امتى بدأ الاكتئاب؟ من سنه تقريبا. من سنه؟ كان في ايه؟ حاصل ايه؟ والدي عمل حادثه وكده وقعد فتره في البيت. انت كنت مرتبطه بيه اكتر من اخواتك؟ انا لا، انا البنت الوحيده، ماليش اخوات. وماما عامله ايه؟ ماما نزلت شغل. في حاجه تشغل؟ انت طالبه؟ في اخر سنه ولا كنت في سنه رابعه. وسبتي الكليه؟ سبتي الكليه؟ ده اسمه الحداد المرضي، لانه عدى عليه اكتر من 3 شهور، فلازم في حاجه اسمها جريف وورك، يعني بنشتغل على الحداد، بنشتغل مش من غير دواء، بنشتغل، بنفصص الحادثه، بنفصص العلاقه مع الوالد، بنعيد ذكرى الوالد بطريقه تانية خالص، منظمه ومهندسه. يعني ازاي نعيد ذكرى الوالد؟ يعني من خلال جلسات التحليل النفسي والعلاج النفسي بالحوار، في تركيبات فكرية معينة وذهنية معينة وطريقة معينة مباشرة وأخرى غير مباشرة، ننفذ بها إلى أعماق شروق التي يكمن فيها صورة الأب الذي رحل ولم يرحل. هو حاضر عندها، ولذلك هي لن تتحرك مكانها. أتمنى من غير دواء. مش حكايه بقى مجنونه ولا مش هتلجأ لأدوية روح شروق عشان ما تضيعيش الباقي من العمر. محمد، استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. الو، ممكن اكلم الدكتور؟ معاك وسامعك. ايوه يا دكتور. اهلا بيك. انا من 3 سنين تقريبا جالي اقول قلبي بيوجعني. عندك كام سنه؟ انا 22. يعني قلبك فين بالظبط؟ عند صدري، اقول في نغزه. نغزه طبعا موهوم، نام على السرير. طب هو في حد في العيله مات بالقلب قريب؟ لا حضرتك لا. اتفضل. طيب. اتفضل يا محمد. ورحت للدكتور، الاقي ما فيش حاجه، فبتروح لدكتور تاني. عملت تحاليل؟ محمد، انت سامع الدكتور؟ ايوه. عملت تحاليل؟ لا يا دكتور، انا دي حاجه نفسيه. طيب انا بقالي فتره اشتكي من حاجات وما عنديش حاجه. ما هو ده اللي هو الدكتور عايزه يسمعه منك، ان انت عارف ان انت ما عندكش. طيب بس هي بدام حاله نفسيه، انت خايف تموت يعني؟ محمد. ايوه. انت خايف تموت؟ ورحت للدكتور، قال ده وسواس قهري، لاني قعدت اشتكي فتره من اسيب قلب، اقول اي حاجه، اقول دوالي، اقول ناي ومفيش حاجه. برجلك كمان مش بتوجعك؟ لا ومفيش حاجه خالص. انا عملت تشيك اب خالص، تشيك اب وما لقيتش حاجه. طيب بنشكرك يا محمد، واسمع تعليق الدكتور ان شاء الله. دي حاله منتشره جدا جدا، مش اسمها وسواس قهري بس، على قد ما اسمها الجسدنه من الجسد، يعني اي ان الاكتئاب يتمثل جسديا. قلبي بيوجعني، عارفين كريمه مختار لما كانت تحط ايدها كده وتقول الضغط، ظهري وجعني، ألم أسفل الظهر زي توم وجيري لما الديل يطلع لفوق، آلام الرقبة، سقوط الشعر،
الاضطرابات اللي في الجلد بعض كل ده الأحيان. معناه ان هي طبعاً عندها حاله من أعراض الاكتئاب. القولون، الصداع النصفي، طبعاً. كل الحالات دي احيانا جسدنا. القولون بمناسبه حضرتك قلت كده بيعمل ضربات في القلب كمان، فيضطر يحس ان هو والجسدانه دي بيبقى علاجها علاج الاعراض الجسديه ولا علاج الحاله النفسيه فتظبط؟ الله ينور عليكي، لان انا بقول للمصريين رفقا بانفسكم، ما تقعدوش تشيلوا التحاليل والاشعاعات وتدوروا على الدكاتره، تصرفوا الفلوس وتضيعوا الوقت. ارجوكم وبوس ايدكم بصوا الى اذا عملت تشيك عند الدكتور والتاني خلاص ارضى ان ده توهم مرضي. وعلى فكره حكايه الوسواس دي، الاكتئاب له جناحين، جناح الوسواس اللي هي الفكره الزنانه، انا عندي مرض انا عندي مرض، وفي نفس الوقت بيقول لا ده نفسي. والجزء الثاني خوف، هو خايف يموت في اعماقه، هو خايف يموت او يصاب او يعجز او يشل. فعلاج ده لانه ده شديد شويه بيبقى بدواء خفيف يغير من المواد اللي اتكلمنا عليها في الاول، زائد عقلنه الفكره السلبيه. يعني انا مريض عضوي، لا انا مش مريض عضوي، انا الحاله نفسيه. اذا يا محمد الحاله النفسيه يبقى نعمل ايه؟ نشرح النفس، نعمل حاجات مبهجات ومطمئنات زي اللي بتعملها مفيده ومنى واميره، ان احنا نسمع موسيقى، نسمع تانجو، عشان نتفرج على حاجه كوميدي، يحاول يمشي يعمل رياضه، يحاول صغير قوي، يسافر يتفسح ينتج يقعد مع اصحابه. انا بقول للناس انت لو نزلت ربع ساعه كل يوم تحت البيت ورجعت وبعديها نص ساعه ورجعت، انك انت تشغل نفسك بشيء، انك انت يبقى لك قضيه. لان دايما الناس اللي ملهاش قضيه والناس اللي تقترب الى التفاهه بتشغل نفسها بمرض. يبقى هو يشغل دماغه، عنده هدف عايز يوصل. عندنا صفا، معلش قبل ما نطلع لفاصل ونرجع، بس صفا معانا على التليفون. ايوه اهلا يا صفا، احنا اسفين ان احنا سايبينك فتره طويله. لا ولا يهمك، ازيك يا مفيده؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. بجد انا بحبكم كلكم. احنا كمان يا حبيبتي، ومنى وضيفكم وضيوف كلكم انتوا جمال بجد. كنت عايزه اقول للدكتور حاجه. اتفضلي. حضرتك انا يعني حصلت لي صدمه جامده جدا في حياتي من 3 سنين. انا طبعا ست كبيره ومتجوزه ومخلفه وجده، وكنت بشتغل وخلصت شغلي وكده، وبعدين حصلت لي صدمه جامده جدا في حياتي. فطبعا حاولت واتعالجت، يعني انا واجهت الموضوع بطريقه يعني موضوعيه جدا، ورحت لدكتور نفساني يعني، وهو طبعا دكتور هايل وجميل ووصلني لمرحله كويسه جدا من الشفاء يعني. وبعدين انا دلوقتي كل الاعراض اللي حضرتك بتقولها، يعني زي ما تقول ان انا دلوقتي الصدمه دي بقت حاجه موجوده جوايا لاني عايشاها. يعني هي مش فقدان حد من الاهل، مش كده، الحاجات دي كلها انا عارفه انها بتروح وبتنتهي. هي حاله انا عايشاها، انا عايشه الوضع دلوقتي، فده هي تعيش الوضع ولا تتذكره. طب اسمعي يا استاذه صفا، يعني ايه حضرتك عايشه الوضع ومش بتفتكريه؟ لا عايشاه، يعني انا عايشاه. طب حضرتك حابه انك انت تبقي عايشاه؟ ايوه هي بتقول كده، مستعذبه يعني. لا انت حابه انك عايشه الوضع ده؟ لا طبعا انا مش حباه، بس انا مش قادره اغيره، مش قادره تطلعي منه. يعني انا مش قادره اغيره. هو طب امال الدكتور جاب معاكي نتيجه ازاي؟ مش فاهمه. هو ده يعني قالت الدكتور جاب معايا نتيجه وهي لسه في نفس الاعراض. هو ده اللي انا قلته في الاول يا اميره، لو خدتي بالك. ثانيه واحده يا استاذه صفا، ان انا جوزي اتجوز عليا بعد 30 سنه. ما هي دي اقصى حاجه بتحصل. طيب انا عايز اقول لحضرتك اللي انا قلته في الاول، ان شفاء الاعراض ليس معناه شفاء المرض. ايوه. واذا كانت هناك عقده ما فيش اقصى على المراه من الزوجه الثانيه. بس انا فهمت استاذ صفاء عايز تقول ايه. طب هي عارفه ان دي مشكله هتطلع، ما هو مش لا ينفع يطلق الست ولا ينفع تطلق هي عايشه الوضع اللي عمل لها الازمه، هي عايشه في الازمه. هي دي يا مفيده يا اميره يا منى، ده اللي انا بقوله من الاول، ان هناك علاجات كثيره جدا انا كاتبها في الكتاب بتاعي ضد الاكتئاب، انه بدون دواء. لا اسال سؤال دلوقتي، مثلا حاله صفا بتقول جوزي اتجوز عليا وحصل لها اضطراب نفسي وحصل لها الاعراض دي كلها. هل لو انا جيت لحضرتك قلت لك والله جوزي اتجوز عليا، هيبقى في علاجات تخليني اتقبل ده، ولا تخليني اعرف اتصرف في ضوء رفضي ليه من غير ما تقول لي خدي ادويه؟ الاثنين الثانيه دي اللي هي تتصرفي في ضوء رفضك ليه. يعني تعملي تشجيع او كذا. أنا غير مقتنع ان انا اغيرك، وانا مقتنع انه الزوجه الثانيه
كسرة شديدة جدا وإهانة للزوجة الأولى أيا كانت الأسباب، إلا إذا كان استشارها. لا من الواضح إن هو ما استشارهاش. فهنا هو ده بقى زي ما قلت الجريف وورك، ان احنا بنشتغل مع الحزن لوفاة عزيز، بنشتغل على الحزن لوفاة عزيز اللي هو الزوج. هو توفى معنويا، هي صدمت فيه، فبنبتدي ننسج ونغزل وناخد وندي. هو العلاج النفسي بالحوار. وخليني اقول معلومة مهمة جدا، ان منظمة الصحة العالمية في تقريرها سنة 2002 قالت ان الكلام زي كلامكم انتوا للناس في البرنامج بيحدث تأثير إيجابي في خلايا المخ العصبية لا يصل إليها الدواء. يعني أنت ممكن زي الإعلام المصري مثلا بيعمل كآبة للناس. أيوة ابتدى يتغير. ماشي. انا كنت هسألك عن الموضوع ده بس لما بعد انا عايز اسال على موضوع صفاء. مدام استاذه صفاء، لو انا قلت لها انا مش دكتوره لكن انا قلت لها لا انت دكتوره استاذه صفاء اهتمي بنفسك، تبتدي تعمل اصدقاء من حواليها. مش كلامك. لا. طب ما تقولها هي في حاجه. بصي حضرتك، هي لازم نفصص العلاقه مع الزوج اللي أدت إلى زواجه بأخرى. هل هو طفس؟ هل هي أثرت في حقه؟ هل هو أثر؟ شغل نفسي زواجي جنسي تحليلي بناخد فيه كورسات وشهادات ودورات وبنعلم فيه الناس دلوقتي على فكرة. يعني توصلها ان ممكن ده ما يكونش انتقاص منها ولا هي قليلة ولا حاجة، انما مش شرط ان هي تفهم رجل يعني. ان تفهم ان يتفكك وعيك بالظبط وتدرك البازل قدامك. فانت تقدر انك تبقى قوي وشديد كده. يعني ايه وات ايه يعني جوز عليا؟ طب ما انا ست الكل، يعني مش بكذب، لا بحقيقه. ايوه انا هو ده اللي انا عايزه اقوله. هو ده تستنهض عندها سؤال. عندك سؤال؟ انا مش قد المحامين الكبار دول يعني. لا والله بجد تستنهض روحها، تشخص جواها حاجه. خدنا معاكي العياده يا دكتور. وهمتها وتكون في اعلى. لا انا بدعوكم لحضور جلسه من جلسات والله هنساعد. هنبتدي هننقل لحاجه ثانيه. انتوا بتساعدوا الناس اوريدي، بتساعدوهم جدا وقالوا لي على فكره. طب الحمد لله. يعني اشكال الاكتئاب احنا اتفقنا انه في اكتئاب وفي اعراض الاكتئاب. نعم. لا نتكلم في الاكتئاب بقى. انواع الاكتئاب. انواع الاكتئاب اشكال وانواع والوان. في اكتئاب اللي هو كامل وكامن ويفضل قاعد في السرير 16 ساعة وما ياكلش وما يتكلمش، اكتئاب بطيء. وفي اكتئاب متهيج، يبقى متوتر جدا ويكسر في الحاجة ويزعق ويشتم ويضرب. وفي اكتئاب جسيم، يعني ده بقى لازم يروح مستشفى او لازم ياخد جلسات تنظيم ايقاع المخ او خطر، يعني خطر عليه وعلى الناس. يعني انا عندي شاب دلوقتي عنده 32 سنة بس وزي الورد، وفضلنا نعافر معاه من غير دواء ما نفعش، ادينا دواء خفيف ما نفعش، ابتدينا نعمل جلسات تنظيم ايقاع المخ وادينا ندي حقن تعمل عقلنا للتفكير وتغير الكيمياء اللي انا قلت عليها. شفته امبارح بسم الله ما شاء الله واحد تاني خالص. في اكتئاب مبتسم وفي اكتئاب مبتسم، يبقى الناس مبتسمه كده وماشيه عماله تضحك زي سمير غانم في المتزوجين. يبقى مبتسمين ومنتهى الاكتئاب بس مبتسمين. اسمه الاكتئاب الضاحك او المبتسم او اللهبل يعني زياده رياكشن زياده. لا هو غير الهوس الدفاعي. يعني انا دلوقتي عشان ما اكتئبش وما اروح زي ما قالت مفيده تشتري حاجات كتير بس بافراط بقى بسفه. ده نوع من الاكتئاب المتغطي غير الاكتئاب. طب احنا اتكلمنا كتير عن الاكتئاب الخفي. عايزين حلول في خطوات بقى للي بيشوفونا عشان الوقت ما يجريش. ممكن نتغلب على الاكتئاب ده من غير ما نحتاج لحضرتك. بالظبط. يعني اذا كان الاكتئاب خفيفا وبسيطا وليس جسيما ومش مؤثر على حياتنا بشكل مدمر، يجب ان احنا نقعد نكتب كده. اذا كنت ما بتحبش الكتابه بلاش، اقعد كده تذكر، قول ايه هي الافكار السلبيه اللي عندك، ايه الحاجة. يعني مثلا مفيده بصت لي كده بزنقور عنها، فاذا هي بتضمر لي الشر، فانا اقول ليه انا حساس كده
هي لا تضمن لي شر، هي كانت سرحانه في الحاجه اللي ورايا. لا او اقول انا معاك ده اللي هو ولا يفرق معايا، ده اللي هو التماس الاعذار يعني. مثلا اذا الفلوس راحت في البورصه، ربنا هيعوض اللي جاب الفلوس دي يجيب غيرها. على فكره انا بفكر بالطريقه دي يا دكتور. وانا دي حياتي يعني في جزء رباني الحمد لله. هي الناس، مشكله الناس معظم الناس، بلاش نقول كل الناس المكتئبه، ان هي ما بتعرفش تحمد ربنا، اللي ما فيش رضا. ففي واحد مثلا خسر 4 مليون، طب انت معاك كام يا عم الحاج؟ معايا 8. طب ما تقول الحمد لله. يعني نقدر نقول عدم الرضا يا دكتور. ده لو واحد الحمد لله، ده الرزق بتاع ربنا. عدم الرضا مش عدم رضا بس، عدم رضا وعدم اقتناع ان هو يقدر يعوض ده، او هو ده نصيبه من الدنيا، او عدم ادراكه لقيمه اللي في ايده. هو دي نقطه برضو مهمه جدا، عدم ادراكه لقيمه اللي في ايده. حتى في ناس بتبقى معاها الفلوس ومش عارفه معناها، فبترميها كده او بتشتري بيها حاجات او بتخزنها في البنك. هنا تفصيص الافكار وتفندها وتشريحها وعقلنتها. يعني دلوقتي منى بتبص على الورق، يبقى هي بتتجاهلني، فانا احزن واكتئب. كتر الاحساس بالاضطهاد وكتر الافكار السلبيه وكتر الاحساس بان الاخر احسن مني، الغل. حته اللحمه اللي في ايد اخوك، انت بتبص لها تشوف اكبر من الحته اللي في ايدك ولا لا، وتشوف هياكلها ولا لا عشان تاكلها منه. دكتور خليل، شخصيات يعني في ناس هم عندهم ده. أيوة. يعني في ناس طبيعي حاسين انهم عندهم نوعيه الغل ده. في لا، ناس الغل ده ما انتشر في المجتمع المصري جدا، ان هو يغل ويحسد ولا يقبل ان يتفوق عليه احد. هل الاذكياء اكثر اكتئابا؟ والتفكير يدعو الى مزيد من الاكتئاب؟ والبلاده تخلي الناس كده لا في لا لاند على رأي مفيدة وما فيش اكتئاب؟ مرة بعت لي صديق وانا في لندن رسالة، ايام البريد بقى ما كانش فيه ايميل وكده، قال لي: يا بختهم اولئك الذين لا يحسون هؤلاء الخنازير التي تضغى في المرأة. فدول ما بيحسوش، الجبلات ما يجيلهمش اكتئاب، انما الذكي الساطع الفكره النير اللي عنده طاقه، الحساس الحساس والذكي، الست الحساسه والذكيه، الرجل الحساس والذكي، الطفل احنا ما اتكلمنا، الاطفال بيجي لهم اكتئاب. يا حرام. ازاي يا دكتور؟ شيء غريب. بيبقى السلوك، انا كأم اعرف ان يبتدي التحصيل الدراسي يبقى وحش، يبتدي يعيط من غير سبب، يبقى في تبول لا ارادي احيانا، كوابيس وسويت بالليل، يبتدي ما ينامش كويس، يبتدي يصرخ. طب احنا عايزين نعمل له ملف ان شاء الله. في سؤال بقى، انا ليا فصل في الكتاب اسمه الاكتئاب من الطفوله الى الكهول. انا بس كمان عايز اسال ضد الاكتئاب علشان ما تخيش في موضوع تغيير الملايه. انا عاجبني علشان ما تخيش في الحيطه يا كوتش. حلو التعبير ده. ما هو انا باخد الحاجه من الحياه. انا الحقيقه كنت قاعد مع جماعه من المكتئبين، وانا ربنا يكون في عوني، يعني عشتي كلها كده وشغلتي كلها كده، فكنت قاعد معاهم، ومنهم ولد دلوقتي في برلين بسم الله ما شاء الله عليه بيعمل ماجستير في الهندسه ما شاء الله، ولابس في الحيطه، فبيقول انا مخيش في الحيطه. فانا قلت له وهتلبس فيها تبقى جزء من مكوناتها ولا تبقى سوبرمان تعدي بجروح؟ قال لا انا قاعد مش قايم. فقلت له ليه؟ وكنا مجموعه بقى من الناس، فكل واحد قال له ليه. فيومها ابتديت اكتب في الكتاب. حضرتك قلت تعبير تبقى زي كرة السكواش. كرة السكواش دي كانوا الانجليز بيطلقوها عليا، ان انت كل ما تقع تخبط في الارض تطلع لفوق، لو حد خبطك في الحيطه ترد في وشه، تبقى مرن، تمتص الصدمات، مش تتفشش. مش نهايه العالم يا منى، مش نهايه العالم. ايه يعني طز. في شخصيات بترفض من طبيعتها وتكوينها ان هي تخش جوه الاكتئاب او تبقى مكتئبه، عندها انتي ديبريشن باديز. في شخصيات عندها لوحدها زي ما انتي تقصدي المناعه، المناعه ضد الاكتئاب. في ناس وبيبقى شكلهم عامل ازاي؟ شبهنا. بص هم ما بيبقوش حساسين قوي، ما بيبقوش اذكياء قوي، وبيبقوا هلهليين كده، يعني ايه يا عمي طيب، ويروح يلغ له طبق فول بليه، يروح مش عارف فين ياكل بليله، يعني ايه مش في باله قوي، في باله بس مش في باله قوي، ده ما يبقاش عرضه للاكتئاب. ده لا مش احنا مش احنا لا مش احنا دي نمره غلط. ناخد ماهر وناهد. اهلا وسهلا بيك استاذ ماهر. ايوه مساء النور. اتفضل. مساء الخير عليكم كلكم. مساء النور. بعد اذن حضرتك مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال، هل الاكتئاب ده
فقط حاله نفسيه ولا ممكن يكون حاله مرضيه ايضا؟ حاضر. اوكي يا استاذ ماهر. اوكي خلي... طب خلينا ناخد فضل. كمان ناهد ونسيب حضرتك ترد على السؤال. حاضر. ناهد اهلا وسهلا. مساء الخير. اتفضلي يا استاذه ناهد. عايزه بس اقول للدكتور ان يعني انا يعني حصلت كارثه في حياتنا. انا تيتا يعني اولادي واحفادي، وباباهم فجاه حصلت له حاله بقى يمشي في الشوارع يعمل تصرفات مش طبيعيه يعني، ويعني بتستهويه البنات المراهقات الصغيرين. تصرفات يعني استحاله حد يتحملها. وعنده كم سنه؟ عنده 68. اي دي حاجه جديده يا فندم ولا يعني برضو؟ لا انا فاهم. يعني المهم ان هو ساب البيت وكده. وبعد ما ساب البيت يعني انا بحاول ان انا اخلي شكل الاسره بتاعتنا قدام يعني زوج بنتي وزوج بنتي ثانيه وكده. صدنا سايبكم. يعني يبقى شكل الاسره مش مكشوف يعني. فضل. لكن انا في المقابل انا مش بنام خالص. اي خالص. حضرتك يعني عرفتي هو عمل كده ليه؟ انا هقول لك على فكره. انت عرفتي؟ واضح ان ما عرفش، بس هي سامعه حضرتك تتكلم زي ما حضرتك عايز، يعني يرد على استاذ انا سالتها على السن. احنا عمر ما كان في حاجه غلط في بيتنا يا فندم. طيب ده مالهاش دعوه بالغلط خالص. المشكله ايه؟ اتفضلي. هي مالهاش دعوه بالغلط خالص. ما هو لو عرف السبب لبطل العجب. هي لو عرفت السبب وقعدت ولا نامت طب قول لها يا دكتور. يمكن هو انا سالتها على السن فوق ال60. انا يعني الحمد لله 64، بس ايه كل حد في ال60 عرضه لانه يصاب بحاجه اسمها عته الشيخوخه. عته الشيخوخه او الديمنشيا بالانجليزي معناها ان خلايا المخ القادره على الاراده والتحكم والبصيره والصح والغلط بتتآكل، فيبتدي اما يتبول في مكان عام، يا اما يبتدي يعكس بنات صغيرين، اما يبتدي يقرص واحده في السوبر ماركت. طب ده مرض يا جماعه. ليه ادويه؟ ايوه ليه ادويه يعني؟ ايوه ليه ادويه يعني عشان كده يا دكتور انا ممكن يتعالج ويبقى كويس. ايوه ما هو اصله الجهل وحش. مش الجهل يعني الجهل مش الجهل بالشيء. حضرتك تعرضيه على دكتور. الجهل لما بتقول لك مشي ده ولاده يجيبوه عشان الاسره ما تنهارش. وغالبا حصل له نوع من الشرود او التجوال. تاه يا حرام. ليه حق تخاف لانه كمان بيمتد الخطر لبره. أيوة. ما هو عشان حد تاني كمان هي حساسه. ليه عشان في سمعه. الموضوع خاص بالسمعه. في انجلترا كنا يجب، وفي مصر عندي حالات يحجز المريض لفتره من الزمن، يقيم سلوكه، يعطى دواء معين، بس خلاص. هي بقى تعمل ايه؟ بتقول لك انا ما بنامش خالص. هو مشي وشرب. جزء من الحكايه. هي بقى يا حرام تعمل ايه؟ جزء من الحكايه قلناه لها. هي لما تفهم دلوقتي تستريح لانها فاكراها بصباص وبتاع بنات. لا تاخد ادويه، تروح لدكاتره. هي تروح لدكتور عشان يجب شرح الامر، يعني تاخد وقتها بقى تتكلم. انا شايفه ان هي لازم تشرح للاسره، تتكلم، ولو في ضروره انها تاخد دواء لفتره قصيره تاخد. في حاجه اسمها العلاج التدعيمي النفسي، يعني انا اقعد معاكي وادعمك بطريقه طبيه نفسيه حديثه. طب دكتور خليل، استاذ ماهر في فرق ما بين خطير جدا على فكره. الحاله النفسيه ولا مرضيه؟ هو احنا جاوبنا على ده ان هو كمرض فيه خلل في كيمياء المخ العصبيه اللي انا قلت عليه، بيبقى بدون اي سبب اجتماعي او حياتي. لكن انا هاخد من السؤال بتاعه عشان اخش في حته تانية. ماذا لو اصبنا بمرض عضوي؟ هل نصاب بالاكتئاب اللي هو الاكتئاب المتواطئ؟ نعم. خصوصا امراض الصدر، امراض القلب، السكر، الاوعيه الدمويه، الامراض المزمنه زي الذئبه الحمراء وزي السل وزي الحاجات اللي فيها تشوهات في الجسم او سقوط الشعر بيحصل يا فندم بنسبه كبيره. بيكتبوا على الادويه كمان ان هي قد تعرض صاحبها للاكتئاب. بالظبط. طب بمناسبه الامراض والادويه، احيانا اهل المرضى يجي لهم اكتئاب. ايوه اسمه يعني العدوى. يعني لا يعني مثلا مريض بالقلب او مريض بالكانسر، اسرته من كتر الرعايه والجري والمستشفيات والكذا يجي لها انهاك واكتئاب، لكن تبقى مكسوفه جدا. انا هسيب المريض وانشغل بنفسي واروح اعالج اكتئابي انا؟ تنصحهم بايه؟ انا بنصحهم بكلمه انا اصطلحتها من 5 سنين اسمها الانانيه الصحيه والصحيحه. اصل انا مثلا يوم ما ابويا توفى الله يرحمه كنا هنروح الدفن والحاجات وكده، وانا مش لازم اروح اكل لقمه؟
لا انت مش انت ما بتحسش، تبقى مش حزين كده. فاخويا بص لي وانا بصيت له، رحنا كلنا لقمه ورجعنا. ما ينفعش. اصله اقنع نفسك بالاسلوب اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، انك انت لازم تتقوى وتتسلح بالصبر وتاكل كويس وتنام كويس عشان تخدم المريض ده. انما في حاجه تانية، انه المريض المزمن بينهك الاسره وبيجعلها اسره كئيبه. أيوة. لو قلت لك بتقوله امير روشته سريعه، مش روشته سريعه، حاجه وصفه سحريه بالظبط، وصفه سحريه لكل مشاهدينا علشان خاطر كده يا دكتور كده يعني نقوم نرقص، نقوم نغني، نعمل ايه علشان وصفه سحريه كده تشيع البهجه بالظبط في مجتمعنا. بهجه، عايزين عايزين نخلي كل واحد بيتفرج علينا يعمل حاجه تقوم تسعده. انت عارفه الاغنيه بتاعت الدنيا حلوه، الحياه حلوه، الحياه حلوه، الحياه حلوه للي يفهم معناها. يعني اصغر الاشياء انك انت تفرش ملايه السرير، تفتح الستاره او الشباك، تسمع اغنيه، تستطعم اللقمه حتى لو انت مش مستطعمها. يعني انطلق الى الحياه واقبض عليها كده. بتلعب دور كبير. موسيقى هاديه، الهاديه بتنيم شويه، بس هو الموسيقى العاليه الطنج بتكسر الازاز. الشعبي انا بحب ايوه يبقى عندي مشكله نفسيه اسيب الشعبي عبد الباسط حمود حاجات يا سلام. لا كولكشن يا دكتور، وبدريه السيد، في كولكشن جامد، وبدريه السيد وطيري. حضرتك قلت كمان يعني قبل ما نقول على الفيسبوك، حضرتك قلت الرضا. سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يبقى في مصيبه يقول الحمد لله انها لم تكن في ديني، الحمد لله انها لم تكن اكبر من ذلك، الحمد لله ان ربنا الهمني الصبر عليها، الحمد لله هيجازيني عليها. جميل يا الحمد لله. احنا بنشكرك يا دكتور خليل، وبشكرك يا منى على ختام فقره حاجه زي كده. وانا هاخد من حضرتك الكلمه. قوموا افتحوا الشباك وغيروا ملايه السرير وحطوا روج وشيلوا وشكم ميه ساقعه، والدنيا حلوه وفي بكره. وبنشكر حضراتكم. وسؤالنا بتاع الفيسبوك النهارده، هل تعتقد ان بامكانك التغلب على الاكتئاب دون استشاره طبيب؟ 332 صوت قالوا نعم نستطيع، 44 بس هم اللي قالوا لا، و198 قالوا احيانا. اذا احنا نقدر ان احنا نتغلب على الاكتئاب. نشكر حضرتك، نورتنا. نشكرك. بعد الفاصل شوفوا، انا مش انا قلت لكم هم نسيوني، انا هقدم نفسي. بعد الفاصل بنلتقي مع الناقد مش مدينا فرصه اصلا. طارق، ما عندناش وقت عشان احنا طارق الشناوي بعد الفاصل مع مفيده. تيجوا نضرب بعض. جهز نفسك لان اجازه نص السنه المره دي ليها طعم تاني، لان دلوقتي كل ما تاكل واحد دولسيكا ممكن تكسب واحد فرفاشينه او دولسيكا تاني. يلا دي ايس كريم، وكل اجازه نص سنه وانتوا طيبين. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. خير الكلام عن السيرة النبوية الشريفة.